كوكو البنات، صافا كي بقيتو مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله. اجي نصايبوا معنا واحد السباغيتي معلكه اللي كتجي زوينه بزاف غير بالخضر بدون اللحوم. كتجي كتشهي كما كتشوفوا عينه باللحم في هذا العيد هذا. قلنا نصوبوا شي حاجه العشاء خفيفه اون بليس انها زوينه وبالخضر زوينه. كما كتشوفوا عندي هنايا الماء طايب مزيان، درتو في واحد البقراج طاب ليا مزيان. موراه درتو في هاد الكاسرول وزدت عليه سباغيتي. نزيد عليه هنايا واحد شويه ديال الملحه وشويه الزيت. بالنسبه للبنات هاد السباغيتي هادي راها سهله بزاف، ما كتستغرقش معاكم زعما الوقت بزاف، ساهله لاقصى درجه، وكتحضر وكتجي بنينه 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 وواعره بواحد التعليكه رائعه. كما كتشوفوا عندي هنايا واحد البصله خفرمتها رقيقه بزاف، زدت عليها واحد جوج فصوص ديال الثومه نقطعهم هكا بهذه الطريقه هذه، اما حكوهم اللي ما كتعجبوش الثومه بهذه الطريقه هذه يحكهم. بالنسبه للبنات البصله كتقطعوها حتى هي رقيقه كما كتشوفوا، واللي ما كيبغيش البصله بهذه الطريقه يولي يحكها. المهم ليكم الاختيار. كنزيد هنايا واحد شويه الزيت وكنديها فوق البوطه تشحر ليا. من بعد البنات ما تشحرات ليا غير هبطات غير واحد شويه، ماشي تقلى بزاف. نزيد عليها هاد الفلفله وخيزو، ولا عندكم فلفله حمراء زيدوها، لا عندكم قريعه زيدوها. المهم جميع الخضر ديالكم اللي كيعجبوكم ديروهم. انا صراحه ما كتعجبنيش القرعه، داكشي علاش ما درتهاش، مي هي كتجي زوينه. كتقطعوها قطع رقيقه طويله ورقيقه. زدت هنايا البنات شويه ديال الفلفله حمراء، وزدت الملحه، وزدت شويه ديال الابزار. كما كتشوفوا كنبقاو نقلبوا هاد الحشوه اللي درنا مع بعضياتها، وكنديها للبوطه النار كطيب واحد شي شويه. من بعد ما البنات ما حسيت بداك الخضره هبطات ليا وحسيتها بانها طابت، كنزيد عليها عندي هنايا المركز نتاع الطماطم درتو في الماء ديال سباغيتي اللي كانت طيب فيها. هزيت واحد المغرفه اللي كطيب فيها سباغيتي، زيت واحد المغرفه وزدت عليها صلصه الطماطم ودرتها. هنا عندي لاصوص ديال الصوجا، بالنسبه باش تجيكم التعليكه واعره ضروري البنات مع هاد لاصوص ديال الصوجا، كتعطيها واحد المذاق رائع. انا درت هنا معلقه كبيره هانتوما كما كتشوفوا. بالنسبه للمقدار ديال السباغيتي عندي 4 ديال السباغيتي. هذه اللي بغى يدوبل، اللي بيكون بزاف وبغيتو تدوبلو كديروا نتوما مولفين 6 كيلو. المهم دوبلوا المقادير مع بعضياتها وصافي. رديتها البنات الطيب على النار. على ما طابت وحسيت بانها بدات كتقلى، نزيد عليها هاد السباغيتي اللي صفيتها من داك الماء مزيان كما كتشوفوا. وما تخليوش البنات السباغيتي طيب لكم بزاف وتولي لكم حرحره. بواحد الطريقه باش كتقبط راسها كديروها من تحت الماء لا طابت لكم بزاف ديروها من تحت الماء باش تقبط راسها. كنزيد عليها واحد المعلقه ديال المعدنوس وكنرجع البنات هذا الشيء كامل يطيب من فوق البوطه باش كتشرب لينا داك المقادير وكتجينا داك التعليكه الرائعه. هانتوما كما كتشوفوا كتجي راها باينه غير من المذاق غير من المظهر البنات اللي كتجي زوينه بزاف. انا ديالي ولات معتمده عندي الصراحه، كنت كنصوب داك العاديه وكتجيني زوينه، مي هذه تعدات المذاق رائع. اللي بغى بلا داند يزيد معاها لا داند، مي انا فضلتها دابا مع العيد فضلتها نحيدوا اللحوم باش بزاف علينا اللحوم صافي تجينا خفيفه هكا وصحيه. كما كتشوفوا كنوضحها هنايا في التبصيل ديال التقديم اللي غناكلوا فيه وبصحه والراحه. وكنتمنى الصراحه تجربوا هاد السباغيتي لان راه كتجي زوينه بزاف ومعلكه، والاهم انها سهله بزاف للعشاء الغدا. لا درتو فيها اللحوم تصلح ديروا فيها ان مثلا لادند كتقطعوه وكتديروه مع الخضيره تشحر نفسها. ان شاء الله نبارطاجي معكم سباغيتي بلا داند ان شاء الله ونقدمها لكم. غير تابعوني تابونوا في القناه وفعلوا الجرس وبارطاجوا مع احبابكم وصحابكم. كنتمنى تعجبكم هاد سباغيتي
وبالصحه والراحه اللي طبقها. وشكرا على المتابعه ديالكم.